زويته بلديه صايله مقطعه قريعه شويه د الابزار شويه د القزبور. ودابا غادي نزيدو كفيته ولاصوص دو كيمو مليحه ونبوسو اليدين والله يرحم لاله. بابريكا فيمي وشويه ديال الحر ديال البطيطه قشرناها وسلقناها بحال اللي تنديرو لا بيوري، غير ما تنديرو فيها لا زبده لا والو، باش غنديروها فوق هاد نديروها فوق هاد الكفيته. يحماقوا لكم على هاد الدراري، شي ولادكم ياكلوا هاد الوصفه غيحماقوا عليها. فوالا العين هي اللي تتاكل ياك. فوالا نزيد عليها شويه د الفخوماج. الفران على 180 درجه نص ساعه ونرجع لكم. هاد الشهيوه ديالنا وجدات ماشي تتحمق باللذه، ما نقول لكمش غتعجبكم بزاف. سخونه وديك الكفيته تتحمق باللذه. اي شت عليك شوف. وهاد القيمه غنعطيها لي فرانس ديالي بصحتكم وراحتكم. ما كاينش شي مغربي ما تيحماقش على السردين المقلي والبدنجال والمطيشه المعسله والفليفله. شوفوا معايا الحلقه. القزبور معدنوس، وين القزبور تيخصو يكون كثر من المعدن. شويه ديال الابزار ديال الجانيس المليحه ونبوسو اليدينا. راس ديال المعلقه ديال الفلفل الاحمر، شويه السوداني، جوج دروس ديال الثومه وندقو والله يرحم لنا. الحامض قطعه ديال الماء، هذه سميتها الشريكه وحده فوق وحده. الطريقه الصحيحه اللي تنصوبوا بها هاد السيديلات هما تنديروا لهم هكا ونضربوا عليهم باش ما تهزمناش طحين بزاف. بسم الله. عطنا غير مطيشه معسله وتكون اكله رائعه. شويه ديال الزيت المائده مليحه. مطيشه من بعد ما زولنا لها الزريعه. فلفله حمراء ديال الجانيس، معلقه كبيره ديال سنيده. خدينا المطيشه المعسله وغنديروها في هاد الفليفله اللي قليناها وزولنا لها القشره ودرناها في هاد الساكل على هاد الشكل التالي. فوالا الدنجال المقلي اسهل ما كاين. وهاد الوصفه قدمت لكم من طرف اسواق السلام.